طبعا يا جدعان انتوا عارفين شغلنا وعارفين شغل المبتكر المصري، كل ده بنعمله من الخردة، وكل اللي ورايا دوت كل ده بنعمله من الخردة. كل ديت حاجات بسيطة جدا. عملنا مثلا عريس وعروسة زي ما انتوا شايفين، وفي وسطهم قلب واقف اهمت، قلب وراهم طبعا ان هم بيحبوا بعض يعني، و حبايب. تمام تمام. عملنا بومة حاجة زي كده. طبعا انا هوريكم كل حاجة، وكل حاجة هشرح عليها بالتفصيل عشان حضرتك تفهم، ولو تقدر تعملها عندك اعملها. يعني عشان هتقول لنا الاشياء ديت معموله من ايه؟ طبعا كل دوت لازم نحكي للناس، وكل ده لازم نعرفه للناس عشان اللي عايز يعمل حاجة يعملها. احنا ما بس اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل اشتراك في القناة، يعني فضلا وليس امرا، ونعمل لايك للفيديو، ونعمل مشاركات كتير نعرف الناس ان احنا بنعمل الحاجات ديت من الخردة القديمة. طبعا اول حاجه البومه، هنجيب البومه دي كده. تمام. ده رمان بلي، ده كده رمان بلي اهوت، ودي طبعا حته صاج وانا مشرشرها. تمام. وخليتها زي ايه، زي قروم مثلا او حاجه زي كده. ودي برضك نفس الموضوع. طبعا العيون هي دي العيون. تمام. طبعا دي الجناحات اهي زي ما انت شايف كده. كل ده يا شباب، كل دي كده حاجات من الخرده، كل دي كده حاجات صاج وكلها تبنيط لحام، يعني مفيش مثلا رمان بلي، مفيش الكلام ده. هنا طبعا العيون ديت عملناها بمسمارين اهمت، مسمارين وصمولتين زي ما انتم شايفين. طبعا كل دوت على حته صاجه، وخليناها ثابته ما خليناهاش بتلف. ليه بقى؟ دي كده كده اصلا قطعه تتحط على مكتب، على ترابيزه في صالون، على مكتبه مثلا بين تلفزيون، حاجه زي ديكور. تمام. دي كده اول حاجه الايه، البومه. طيب هنخش بقى، هنجيب البومه دي كده على جنب. تمام. هنخش بقى ايه، على العريس والعروسه. العريس والعروسه دولت معمولين من ايه؟ ده وش بتاع باب، ده كده وش بتاع باب. ودي طبعا راس مسمار، الراس دي والراس دي، بس طبعا احنا قاطعينهم، شايلين المسمار منهم وحاطين الراس بس. تمام. ليه؟ عشان تعمل ديكور، يعني حاجه زي ديكور كده. طبعا العريس والعروسه عملنا الكرافطه قد طول العريس بجسمه كله عشان تبان اللي هي ايه، اللي هي بدله. طيب والسلك دوت عملناه على اساس ايه؟ قشة ورد او قشة اي حاجة تتقدم لعروسته. طبعا عملنا القفل دوت من حتة صاج وحتة سلك بتاع غسيل. كل حاجة لازم تحتاجها. القلب ده بقى يا سيدي معمول من ايه يا حبيب اخوك؟ معمول من حديد ادخن من السيليسيوم بشوية، اللي هو 1.5 مللي، اللي هو ده. تمام. طيب عندك بقى العريس والعروسه دهناهم كده، يعني خلينا القلب نحاسي، خلينا العروسه ذهبي، خلينا الشنطه فضي، خلينا العريس لابس بدله سمراء. طبعا العريس ما بيلبسها الا البدله السمراء والكرافته. يعني العروسه لابسه دهبي. ايه يا عم، لابسه ذهب، ايه لابسه غوايش ده ذهب ومروقه الدنيا يعني، و100%، حتى ده الفلونكه بتاعتها ذهب. ده مليانه دهب يا فنان. مليانه والله يا عم كل دي طبعا حاجات الدهب بسيطه. ده عيار كام؟ قلت له ايه؟ عيار كام الدهب ده؟ عيار 55. حلو. يا باشا الذهب ده مش هتلاقيه غير عند المبتكر بس، أيوة. من الاخر يعني. طب كل ده من الخرده يا جدعان، عشان بس اعرفكم يا جدعان ان الخرده ديت ليها مهمات كتير جدا لازم نشتغل عليها، لازم نشتغل عليها. لسه معاك حاجه تاني؟ طبعا لسه معانا قطعه زي دي كده. لازم نعرف الناس ان القطعه ديت مهمه جدا وحاجه بسيطه جدا وبتتعمل من اشياء بسيطه. عملنا، جبنا حته حديد اهي، وجبنا قبل ما نجيب ده كله جبنا وش باب اهو، وش باب زي ما انت شايف كده، زي الوش الاولاني. زي الوش الاولاني، بس الوش الاولاني مربع، الوش دوت ايه، جاي بدورانات بقى وشغل ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا حطينا قلب هنا اهوت، خليناه نحاسي برضك من الحديد. تمام. الارفع ديت، الافرع ديت عملنا فرع اساسي وهنا فرع اساسي بحتت حديد محمله شويه، وطلعنا طبعا الافرع الثانيه اللي هي التقليديه، طلع من جنبها، دي طالع من هنا وده طالع من هنا. طيب نعمل ايه بقى يا سيد الفاضل عشان نخلي العريس ماسك الورده؟ العريس طبعا من طبعه بيقدم الورده لعروسته. خلينا بقى العروسه ايه، ده بتتمرجح. امال يا عم اي عروسه عندنا لازم تتمرجح، يا مزاجه. لازم تتمرجح. بس هي لسه عايزه تروح الميك اب يا فنان. ايوه العروسه ده عايزه تحط احمر واصفر، ونجيب لها شكارتين جيبس نحطهم على وشهم كده، يعني شويه دهانات الوان وابيض وبتاع. بس عادي يعني نمشيها، يعني عروسه محترمه. ملهاش في اللف والالوانات والشغل، ما بحبش انا الشغل ده، خلي بالك. لا أنا حلو. بحب العروسه تبقى بنت يعني بحلاوتها وبجمالها وبطبيعتها كده. المبتكر المصري يعني دماغ. المهم يلا يا جدعان المهم يلا يا جدعان،
ان كل ده طبعا من الخرده اهو. طبعا خلينا دي كمان اهيت بتتمرجح، عشان مثلا مش كل شويه بقى تقعد تمرجح بقى في العروسه وتقوم واقعه وكده، لا، هزه بسيطه كده تبص تلاقي ايه العروسه عماله تروح وتيجي يمين وشمال. دي طبعا لو ما هزتهاش بتفضل مكانها كده على المكتب او المكتبه او الكلام ده كله. تمام. زي ما انتم شايفين يا جدعان، حبينا بس نختصر الثلاث قطع همت في فيديو واحد. ويا ريت كل اخواته وحبايب يعملوا اشتراك في القناه ويفعلوا زرار الجرس. واتمنى من كل الناس ان هي تدعم الفن الهادف وتدعم الموهبه وتدعم الاعمال اليدويه وتدعم صناع المحتوى الحقيقيين. واللي عايز يشوفك بقى وانت بتعمل الحاجات ده فنان. خش يا باشا لايف على اليوتيوب وتيك توك، احنا بنصنع الكلام دوت هنا، وبننزل فيديوهات على الفيسبوك. لو كتبت المبتكر المصري الاسم اللي فوق دوت حضرتك، هتوصل لكل الصفحات بتاعتي وكل شغلي هتشوفه. اوكي. يعني التصنيع على اليوتيوب، التصنيع على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى جاكو كمان. اسم المبتكر المصري هو اسم واحد على جميع الملفات. هيتعلموا. لو دخلت على جوجل هتلاقي نفس الاسم وهتلاقي كل حاجه يا باشا. واتمنى تتابعنا على جميع المنصات. واللي عايز يتعلم ويفهم يعني ايه فنون تشكيليه يخش يحضر معانا في اللايف على اليوتيوب وعلى تيك توك. وتحياتي ليكم جميعا وشكرا لدعمكم وشكرا لوقفتكم معانا. احلى اخوات.